السلام على الجميع، السلام على كل من يتابعني من جميع أنحاء الوطن العربي. أخيرا اكتشفت أن العراقيين هم أكثر ناس يتفرجوا فيا، من بعدهم التوانسة، بعد الجزائريين، بعد المغاربة، وبعد مصر والأردن، وكذلك من فلسطين الحبيبة، والقليل من الدول الأوروبية، فرنسا والسعودية كذلك، قطر والبحرين. تحياتي إلى أهل البحرين. إذن صباح الخير عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله دائما تكونون بخير. اليوم الحلقة هذه حقيقة فيها شوية فشل وشوية نجاح بإذن الله. هذا الصباح موجود وقت اللي روحت للبلاد، بلدتي الصغيرة تبعد عن العاصمة 360 كيلومتر، وأنا مضطر أن أتنقل كل شهر لزيارة العائلة وتفقد المشروع الصغير. لكن مع حلول فصل الشتاء، فصل الشتاء قاسي جدا في الوسط الغربي على حدود الجزائر، يعني برد شديد والمناخ والطقس جاف. لا توجد أمطار هذه السنة إلا أمطار الري السقوي البئر. لكن مهما تكن، اكتشفت أنه عدد الرؤوس اللي عندي ما بين أغنام وماعز، المحصول أو الحرث اللي حرثته كنت شفتوه في فيديوهات سابقة، أنه لا يكفي عدد الرؤوس أغنام وماعز. يعني بدأت أفكر جديا في بيع القليل من الأغنام أو الماعز أو النصف، وشراء يا أما ماعز صغير أو خرفان صغيرة. لماذا؟ لأنه الخروف الصغير أو الجدي الصغير لا يأكل مثل ما تأكل الرأس الكبيرة. مثلا نعجة أو معزة تأكل ضعفين أو 3 أضعاف ما يأكله جدي صغير أو خروف صغير. وهنا تكمن الحسابات الصحيحة. يعني لو اتبعت هذا من السنة الفارطة، السنة الفارطة، هذا هو خطأي القاتل اللي خلاني فشلت، أني ربيت كلهم رؤوس كبار، والأماكن الرعي كانت محدودة وما كفتهمش لفترة طويلة. الآن هم فيهم الماعز بدأ في الولادة، وقد نزلت فيديوهات الولادات في الماعز. لكن الأغنام كلها اشتريتها من السوق. الظاهر أنه فيهم من هي متأخرة، موعد الولادة يكون متأخر، يا أما في آخر شهر جانفي أو فيفري، وهذا كثير جدا. يعني لو لعلوش الخروف الصغير ولد في شهر جانفي أو فيفري، بهذه الطريقة لا يكون جاهز إلى عيد الأضحى. وهو الفلاح يخدم خاصة في بلادنا يا أما شهر رمضان المبارك، يا أما موعد العيد الكبير. لذلك سأحاول أن أعدل، وحتى القرعة ما عادش يعني تم الكل، وموعد أكل القسيل اللي هو حرث القصيبة والقمح يبدأ أواخر شهر ديسمبر. يعني الفترة هذه الكل من هنا إلى آخر شهر ديسمبر سوف أعاني من الأعلاف، والأعلاف غالية جدا. كيلو الشعير 800 مليم، وكيلو
السداري أو النخالة قرابة 350 حاجة هكا، وغير متوفر بالكميات التي تحتاجها. وحتى وإن توفرت فإن النعجة أو المعزة إذا كان باش تعلفها لمدة 4 أشهر أو 5 أشهر فهي أكلت ابنها وهو لا يزال في بطنها، يعني حسابيا تكون الخسائر فادحة، يعني ما تربح إلا التعب أو الشقاء. يعني إن شاء الله ربي يوفقني في هذا ويدلني إلى طريق الصواب. هما مش هينين عليا، لكن الله غالب، في ساعة ما نوالف بيهم ونستانس بيهم ونحبهم، لكن في الآخر اللي يريده ربي هذاك هو، وهذاك وين ثم الخير. سأحاول على كل الأحوال، وإذا استقريت على رأي سوف أخبركم أولا بأولا. وإلى كل من يشاهدني أو يتابعني، إذا كانت له نصيحة أو فكرة أو باستطاعته أن يقدم لي نصيحة أو فكرة تعينني فسأكون له شاكرا. الرجاء لا تبخلوا عني. هذا هو، يعني حتى من باب اللهوة، بحكم البعد بين مقر عملي ومقر بلدتي الصغيرة. صحيح أن أهلي يقومون بذلك نيابة عني، لكن هناك جزئيات صغيرة غائبة عنهم قليلا. على كل حال الحمد لله على ما أعطانا. حبيت نوريكم من أول من اللي أفقت من النوم يومي هكذا، يعني علفت الأغنام ثم الماعز ثم أعطيتهم القرع، وذهبت إلى المرعى، وهذه هي البيضاء وهي عاشقة للطماطم المدللة، وأنا لا أبخل عليها بشيء. تحب الطماطم جدا جدا وتحب الفستق. أناديها فقط فتأتي ركضا. هذه المعزة المدللة التي عندي، وهي حكايتها: اشترينا معزة فيما مضى، ولدت 2 ذكر، وهذه المعزة، لكن نفرتها ولم ترد ولم تواصل إرضاعها أبدا، وكانت تنطحها وعاشت يتيمة. يعني أرضعناها بالمرضعة، كانت حالتها سيئة جدا، ولذلك هي كانت محبوبة حتى في العائلة، كل العائلة تحبها، وهي أم جميع ليس بجميعهم، لكن أغلب الماعز اللي عندي هي أمه، فهي لها مكانة خاصة. حتى أمي لا تريدني أن أبيعها، وأنا أصلا لا أريد أن أبيعها. وهي سلالة جيدة منتجة في الحليب ما شاء الله، وكسلالة في اللحم كذلك. هذه آخر دلاعة لنا في الحقل وجدتها. هي صغيرة جدا، لكن كانت حلوة المذاق بشكل هائل على كل الأحوال. فهي بدون أي أسمدة أو أسمدة كيميائية أو أي شيء. حقلنا كامل بدون أي أسمدة، لا قرع اليقطين ولا دلاع ولا طماطم ولا زيتون ولا باذنجان ولا فلفل، كله طبيعي بدون أي أسمدة. الطماطم هناك فيديو سابق فيه جني الطماطم مع الوالدة والتعويل منه لمدة سنة،
كذلك الفلفل. يعني هناك أشياء استفدناها من البئر ومن الزراعات الموسمية. معلومة أخرى حسب التجربة وحسب ما هو عندي، الماعز استهلاكه للأعلاف أو في المراعي هو نصف استهلاك الأغنام. الأغنام تأكل كثيرا جدا. مثلا هذه الحصيدة متاع القراع، الماعز يأكل القراع ويأكل حتى أوراقه، لكن الأغنام لا تأكل القراع كما تشاهدون، فهي في الآخر هناك بعيدة ولا تريد أن تأكل من هذا، يعني تأكل إلا النجم أو ليس كالماعز. الماعز يأكل على بعضه، أشواك، نجم، فصة، قرع، هندي هو شجرة الصبار كما معروف في الشرق. في المغرب العربي هو الهندي أو التين الشوكي. الكلب دائما معي في المرعى، يستقبلني عندما أعود إلى البلاد ويذهب معي إلى المرعى صباحا أو مساء. من أوفى مخلوقات الله هي الكلاب، سبحان الله. يعني بالرغم أني لا أعيش معه، يعني في كل شهر أقضي 3 أيام في بلدتي، لكن الكلب يعرفني جيدا ويعترض إلى الطريق ويرحب بي، سبحان الله، مع أني ممكن لم أقدم له الأكل ولا مرة في حياتي. عمره قرابة 6 سنين على هذه الحال كل ما أزور الأهل. يعني مدة الرعي صباحا قرابة ساعة أو ساعة ونصف، أستمتع فيها كثيرا. وهذا آخر القراءة. حاولت أني لم شوية. كما ترون الأغنام لا تريد أكل القراءة، يعني الأغنام العناية بها مكلفة جدا، بالرغم أنهم كانوا في حالة سيئة جدا، الآن هم في حال جيدة. فيهم 10 اشتريتهم عندهم شهر، الأضعف كما ترون، لكن الأحسن حالة هم قبلهم بشهر. صحيح الأثمان في المتناول، لكن الأعلاف عند احتساب سعر التكلفة على الرأس الواحد ترتفع من جراء الأعلاف، لكن الأسوام في الأسواق في تونس الآن بالنسبة للأغنام الكبيرة فهي رخيصة مقارنة بالسنين الفائتة. لكن الغالي الآن هو سعر العلوش الصغير أو الرباي، اللي هو إن شاء الله باش يحضر في موسم رمضان وموسم عيد الأضحى المبارك. يعني العمليات هي عمليات حسابية بحتة، والموضوع ليس هواية فقط، لأنه إذا كانت هواية فقط رأس أو 2 تستطيع أن تصرف عليهم، لكن إذا كبر العدد لم يصبح هواية وأصبح تجارة يدخل فيها منطق الربح والخسارة. حاولت أني نقلل من التكلفة، لكن فصل الشتاء يخوف برشا، لذلك لازلت أفكر قد أبيع الأغنام التي سيكون موعد ولادتها في شهر جانفي وفيفري، أستبدلهم بخراف صغيرة أو جديان صغيرة. بالنسبة للماعز
كما قلت هم في طور الولادة، يعني لا خوف منهم، والله الموفق. كذلك موسم جني الزيتين قد بدأ. أنا الآن راجع إلى العاصمة، سأرجع إلى البلد في آخر الشهر بإذن الله. سأحاول أن أنزل فيديو فيه أجواء جني الزيتون مع العائلة، وهي تكون أجواء رائعة جدا، ولو أنها في البرد، أكل وشاي ونار وضحك ولعب وتعب، لكن أجواء ممتعة جدا. أي شيء فيه الأهل والإخوة والأم والأب والأقارب يكون رائع. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بهذا الفيديو وبحياة البوادي، وكل الشكر إلى من تبعني، وكل تحايا إلى جميع المتابعين في العالم العربي، الجزائر والمغرب ومصر والسعودية وفلسطين، البحرين وسوريا الحبيبة. سوريا هناك عندي متابعين من سوريا. أهل سوريا إن شاء الله موسم الفستق، إن شاء الله نصور الفستق، هو نفس النوع الذي تغرسونهم أنتم، هو ذو إنتاج طيب كذلك. كما قلت، من له معلومة أو فكرة يستطيع إفادتي بها فلا يبخل علي، مع جزيل الشكر. ومن له تجربة أو نصيحة فيما أستبدل أو ما أبيع، رأيين أحسن من رأي دائما. أتمنى لكم مشاهدة طيبة، تحياتي مجددا، وإلى لقاء قريب بإذن الله. هكذا أكون أتممت الضحوة كما نقول في تونس، يشربوا الماء وبعدهم يرتاحوا 3 أو 4 ساعات، ثم مع العشية نعيد نفس ما قمنا به الصباح. مشاهدة طيبة وإلى اللقاء.